بسم الله الرحمن الرحيم. التجمع الوطني من أجل وحدة المسلمين في مالي تحت شعار معا لمواجهة التحديات. بيان القادة الإسلامية في مالي. الدباجة. الحمد لله الذي أمر بالوحدة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن وحدة الصف من مصادر قوة الإسلام والمسلمين، لذا أمر الله تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة، وحث عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة. والفرقة والتنازع من أسباب الخذلان والشماتة، لذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها وذم أهلها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، متفق عليه. في ختام هذه الإجراءات الطيبة والمساء الحميدة، يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي البيان التالي: المحور الأول: وحدة المسلمين. المبدأ التوجيهي: وحدة المسلمين واجب شرعي وضرورة اجتماعية للتعايش السلمي ومواجهة التحديات. وتحته البنود التالية: رقم 1: التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات في الإسلام أمر واقع شرعاً وعرفاً، يجب الإقرار به وتقبله والتكيف معه بلزوم أدب الخلاف. 2: يمنع توظيف التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات كوسيلة لنصب العداوة والبغضاء بين المسلمين في مالي أو ذريعة للفرقة والتشرذم. 3: يمنع الغلو في الجزئيات التي تطغى على الكليات، وكذا الاشتغال بالمسائل الاجتهادية واتخاذها محوراً للوحدة أو الفرقة. 4: يجب على كل مسلم خاصة القيادات الإسلامية التسامح والتصالح فيما بينهم والصفح أما سلف، لخلق جو للتعايش السلمي الوطني الذي يعيش في ظله كل الطوائف الإسلامية المعتمدة لدى المؤسسات الإسلامية، مع سيادة روح الاحترام والسلام والمحبة المتبادلة. 5: يمنع تتبع الزلات والتشفي وتصفية الحسابات باسم الدين، وكذا تضخيم النزاعات ونقلها إلى العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلا حكمة، مما يؤدي إلى هدم الثقة بالقيادات وإسقاط الرموز وطمس هيبة المؤسسات الدينية الإسلامية. 6: يجب على كل مسلم وكل مواطن حماية المقدسات والثوابت الإسلامية، ويمنع منعاً باتا المساس بها أو النيل منها
بأي حال من الأحوال. 7 يمنع كل التصرفات وكل التصريحات وكل المنشورات التي تطعن في المقدسات والثوابت الإسلامية وتوقد نار الفتنة بين الطوائف الإسلامية المعتبرة في الدولة. المحور الثاني الدعوة والخطاب الديني. المبدأ التوجيهي: الدعوة إلى الله وظيفة أنبياء الله ورسله عليهم السلام، والعلماء ورثتهم فيها، يجب القيام بها في إطاره الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمصلحة الدين والدولة، وتحته البنود التالية: 1 نحث جميع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الأئمة والوعاظ والمرشدون، خاصة الجيل الصاعد، على التأصيل والتحصيل والتعليم والتحرير، لا الجدل والطعن والإثارة. 2 لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى حرية التعبير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفق ما في الكتاب والسنة، مع الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، مع احترام المشاعر واعتبار وحدة المسلمين من الأولويات الإسلامية والوطنية. 3 الوسطية من خصائص الدين الإسلامي، يجب الالتزام به والبعد عن الغلو والتطرف وجميع الأفكار الإرهابية. 4 يمنع التطاول على شعائر الإسلام وثوابته، ابتداء من الذات الإلهية المقدسة والملائكة والرسل والأنبياء والكتب المنزلة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والأولياء والصالحين وأركان الإسلام والإيمان. 5 يمنع العنف والشتائم والتصريح بالأسماء والأوصاف اللازمة في أوساط الوعظ عبر جميع الوسائل بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي، ويمنع كذلك التنابز بالألقاب وتنزيل أحكام الشرع وأوصافها في غير منازلها مثل التكفير والتبديع والتفسيق. 6 يمنع تزوير وتلفيق الصوتيات والصور والفيديوهات والقص واللصق بها لإثارة الفتنة بين الواعظين والدعاة أو للاستهزاء بالدين ورجاله. المحور الثالث إدارة المساجد. المبدأ التوجيهي: المساجد بيوت الله على الأرض لعبادته تبارك وتعالى وللتأليف بين القلوب وتحقيق الوحدة لا للتنازع والفرقة. وفي إدارة شؤونها يرجع إلى الأحكام المتعلقة بالمساجد الواردة في توصيات الورشة الوطنية للمجلس الأعلى الإسلامي في مالي حول إدارة المساجد وترشيد الخطاب الديني المنعقد في باماكو يونيو 2022. المحور الرابع أحكام عامة. 1 يلتزم المجلس الأعلى الإسلامي في مالي رئيسا وأعضاء وجميع القادة الإسلامية في مالي بتطبيق مبادئ وأحكام هذا البيان لتعزيز وحدة المسلمين وتطهير الساحة الدينية وتحسين العمل الدعوي وللحفاظ على الأمن الوطني ومصلحة المواطنين. 2 تفسير أي خرق محتمل لهذه المبادئ والأحكام يعود إلى المجلس الأعلى الإسلامي وفق نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية وتحت إشراف لجنة متخصصة. 3 عند خرق هذه المبادئ والأحكام يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي العقوبات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة. 4 تدعى السلطات الإدارية والقضائية إلى التنسيق مع المجلس الأعلى الإسلامي في مالي لتطبيق هذا البيان ووضع آلياته العملية وحل النزاعات المتعلقة بالدعاة والأئمة والمرشدين والقادة الإسلامية والمساجد قبل اتخاذ أي قرار
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. أجبت وافدت.